واش عمرك كرهتي شخص من أول نظرة؟ واش عمرك تضايقتي من التصرف ديال شي واحد بطريقة مبالغ فيها؟ ولا عمرك قلتي أنا مستحيل ندير بحالو شي نهار؟ واش عمرك سألتي راسك شي نهار علاش هاد الشخص بالضبط كيزعجك؟ شنو اللي فيه هو وخلاك تتفاعل معاه بهاد القوة كاملة؟ يمكن الجواب غيفاجئك، حيت كاين بزاف ديال الحوايج اللي كنكرهوها في الاخرين، وهي نفس الحوايج اللي حنا دافنينها في الداخل ديالنا. وهذا الجزء المدفون فينا سماه كارل يونغ الظل النفسي. واول حاجه غنبداو بها هي شنو هو هذا الظل النفسي. من وانت صغير علموك شنو هو اللي مقبول وشنو اللي مرفوض؟ قال لك كن مؤدب، ما تغضبش، ما تبكيش، كن زوين، كن مثالي. وشوية بشوية بديتي كتخبي أجزاء منك، مش حيت اختفت، ولكن حيت ما بقاتش مقبولة. الغضب، الغيرة، الحسد، الرغبة في الانتقام، الخوف والضغط، هادشي كامل دفنتيه. داكشي كامل اللي دفنتيه راه ما ماتش، هو بقى عايش في بلاصة مظلمة داخل النفس ديالك. وهاد البلاصة هي الظل، وهاد الظل هذا ماشي شر. وهنا فين غيغلطوا بزاف ديال الناس. الظل ماشي شيطان وماشي جزء خايب، هو اي حاجة انت رفضتي انك تعترف بالوجود ديالها. حتى الصفات الزوينة، هاي الصفات الزوينة بحال القوة والثقة والجرأة، كاين ناس اللي يدفنوا حتى هاد الصفات حيت تربوا على الخضوع، حيت تعلموا يرضيو كاع الناس، حيت خافوا يبانوا انانيين. فشنو داروا؟ بكل بساطة دفنوا القوة ديالهم. الظل ما فيش غير الظلام، فيه حتى النور اللي خفتي تبينه. ودابا غنطرح واحد السؤال اللي هو مهم: كيفاش هذا الظل كيكشف راسو؟ الظل ما كيبقاش ساكت، ضروري ما يلقاش طريقه باش يخرج. مثلا غتلقى شي واحد كيقول لك انا ما كنغيرش، وغتلقاه من الداخل ديالو كيتحرق من نجاح الاخرين. ولا شي واحد كيقول انا انسان مسالم، وفي اول خلاف صغير كيخرج غضب مخيف. ولا يقول لك انا بخير، وفي لحظة تلقاه منهار كليا. الظل كيخرج من الشقوق، كيخرج في الغضب، في الغيرة، في الأحلام، وفي العلاقات، وفي ردود الأفعال. تخيل معايا واحد الطفل صغير كل ما بكى كيبقاو عليه سكت، ما تبكيش انت راجل. ووقت ما غضب كيقول له ما تبقاش عصبي بحال هكا. ولا خاف كيقول له انت خواف وضعيف. وشويه بشويه هاد الطفل
تعلم يخبي الخوف والحزن والغضب ديالو، كيبين غير داك الوجه اللي مقبول. دازت سنين وكبر هاد الطفل، والحاجة الغريبة ان داك الطفل ما اختفاش، بقى عايش في الداخل ديالو، وبقات معاه نفس الجراح، غير تبدلت الاشكال. ولا كيخاف من الرفض ومن الفشل ومن الهجر ومن الوحدة، وهو ما عارفش علاش اصلا، حيت اصل الجرح مدفون في الظل ديالو. وهنا غنطرح واحد السؤال: علاش كنعاودو نفس الاخطاء؟ واش عمرك سولتي راسك علاش بعض الناس كيدخلوا دائما في نفس العلاقات المؤذية؟ علاش كاين اللي كيتعلق ديما بنفس النوع ديال الاشخاص؟ علاش ديما كيخاف من الخيانة والرفض؟ الجواب في غالب الاحيان هو الظل، حيت النفس عندها عادة غريبة، كتحاول تعاود نفس الجراح مرارا وتكرارا، بحال كتقلب على نهاية مختلفة لنفس القصة. ولكن مادام الجرح ما تداوش، السيناريو كيبقى هو، غير الممثلين هما اللي كيتبدلوا. كاين واحد الفخ خطير بزاف اللي هو فخ الانسان طيب، داك الانسان اللي عمره ما كيقولك لا، ديما متفهم، ديما كيضحي، ديما كيعطي، وكيبان للناس انه انسان مثالي واو. ولكن شنو كيوقع في الداخل؟ غالبا كيكون داك الشخص دافن الغضب ديالو، دافن الانانية الصحية ديالو، دافن الحدود ديالو وحتى الرغبات ديالو، وكيعيش غير باش يرضي الناس، حتى كيجي واحد النهار اللي كينفجر فيه وكيخلي الناس كاملين مصدومين فيه، حيت عمرهم ما شافوه بهاد الحالة. والحقيقة ان هاد الجانب كان موجود ديما، غير هو كان مخبيه في الظل ديالو. ودابا غندوزو للظل الروحي، وهو اخطر نوع. وهاد النوع كيوقع حتى للناس اللي مهتمين بالوعي وتطوير الذات. في الاول كيبدا الانسان يقرا، يتعلم، يتامل ويتطور، ولكن فجأة كيولي يشوف راسو حسن من الناس، اكثر وعي، اكثر فهم، واكثر حكمة. وهنا كيوقع فخ خطير، الإيكو رجع، ولكن هاد المرة لابس قناع الوعي. وهنا كارل يونغ قال واحد الفكرة عميقة: حتى النور يقدر يتحول القناع. الوعي الحقيقي كيخليك متواضع اكتر، ماشي متكبر اكتر. ودابا غنعطيك واحد السؤال صعيب، ويمكن اصعب سؤال في هذا الفيديو كامل: شنو هي الحاجة اللي كتحشم انك تعترف بها على راسك؟ خذ لك دقيقة، فكر مزيان. شنو هي الحاجة اللي ما تبغي حتى واحد يعرفها عليك؟
شنو هي الحاجة اللي انت مخبيها حتى على راسك. يمكن تما بالضبط كاين الظل ديالك، حيت اكثر حاجة كنخافو نشوفوها هي غالبا اكثر حاجة اللي محتاجين نتفهموها. فكيفاش تكتشف الظل ديالك؟ اول خطوة ديرها هي راقب ردود الافعال القوية ديالك. اي شخص كيستفزك بزاف، اي موقف كيحركك بزاف، اي انتقاد كيجرحك بزاف، راه كيشير داكشي اللي مخبي في الداخل ديالك. تاني خطوة، كتب لائحة بالاشخاص اللي ما كتعجبكش شخصياتهم، ومن بعد سول راسك شنو الصفة اللي كتكرهها فيهم، وغالبا غتلقاها موجودة عندك بدرجة معينة او انك محروم منها. ثالث خطوة، تعلم تكون صادق مع راسك، بلا احكام، بلا جلد الذات، وبلا خوف. يمكن اكبر كذبة عشنا بها هي اننا كنظنوا اننا كنعرفوا راسنا مزيان، والحقيقة اغلب الناس ما عارفينش راسهم، كيعرفوا غير الصورة اللي بنوها على راسهم، اما الحقيقة فغالبا كتكون مخبية في الظل. يمكن الهدف من الحياة ماشي انك تولي مثالي، حيت المثالية مجرد وهم. الهدف الحقيقي هو انك تولي شخص واعي، شخص حقيقي، شخص يقدر يشوف النور والظلام اللي فيه، ويبقى متصالح مع نفسه. حيت ملي كتقبل نفسك كما هي كتبدا الحرية الحقيقية ديالك. ويمكن الظل النفسي ماشي هو اصل المعاناة كاملة، يمكن هو غير نتيجة، اما السبب الحقيقي فهو اقدم من هادشي كامل. جرح قديم، جرح بدا في سنوات مبقيناش كنتفكروها، ولكن مازال عايش في الداخل ديالنا. وفي الفيديو الجاي غنسافروا لواحد من اعمق المواضيع النفسية، الطفل الداخلي المجروح، الموضوع اللي يمكن يفسر نص ديال المعارك اللي انت كتعاني منها اليوم. وقبل ما نسالي هذا الفيديو بغيتك تجاوبني على هذا السؤال: شنو اكثر صفة كتزعجك في الناس وممكن تكون جزء من الظل ديالك؟ كتبها في التعليقات. وإلا وصلتي حتى لهنا ما تنساش دير لايك واشتراك اللي عجبك هذا النوع ديال